السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيني وبين جبري ورزقي وتوفيقي فتحا مبين. النهاردة جايلكم فيديو جديد، مشتريات شهر 8، مشتريات اللحوم. والفيديو ده مقسوم لجزئين، وهقولك على الأفكار تمشي بيها. تمام. بس لو اول مره تشوفني، انا اختك رانيا ودي قناتي، يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عجبك الفيديو ده واخدت منه ولو فكره صغيره، يا ريت تعملي لايك وتسيبي تعليق حلو منك. بحبكم في الله. يلا نبدا الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا عارفين ومتعودين، انا بجيب الفراخ بتاعتي مش كامله على بعضها، ساعات بجيب على بعضها بس ده نادر يعني، مش على طول. وزي ما قلت لكم النهارده ان شاء الله الفيديو على جزئين. اول جزء كده ان انا جبت 6 اوراق، وانا طبعا بحب اجيب اوراق وصدور بس، علشان بحس ان ده بيكون احسن واوفر ليا. تمام. بجيب الصدر، يعني بجيب ما شاء الله حجم كبير، يعني بقول للراجل هات لي اكبر وراك عندك. وبجيب الصدور مثلا احط لي الصدر 2 3، وحسب ما يوزنه، مش بالكيلو. انا بجيب الوراك والصدور مش بالكيلو، بجيب بالواحد. فانا هنا جبت 6 اوراق وصدرين معقولين، يعني مش كبار ومش صغيرين، يعني مش اكبر حاجة هناك ومش صغيرين، معقولين. تمام. ال6 اوراق ده انا طبعا بعمل الورك على 2، وما شاء الله الدبوس بيبقى عندي كبير، مش صغير ولا حاجة، يعني ما شاء الله، يعني حتة برضو محترمة. والافخاد برضو بتبقى كبيرة ما شاء الله. انا بجيب الصدور دي مش بعملها قطع، مش بناكلها قطع، احنا بناكل الفراخ اسفل الاوراق بنعملها قطع، بنعملها بقى في صينية بطاطس، بنعملها مشوية في الفرن، بعملها مثلا ناشفة كده جنب مكرونة بشوربة مثلا وتحمريها. المهم يعني الوراك بنعملها قطع. الصدور بقى انا بعملها كفتة، بعملها بضيف عليها مثلا اضافات واعمل بانيه الشركات. بعملها اللهم صل على النبي بانيه عادي، اللي هو الشرايح البانيه. بعملها ستريبس، بعملها حاجات كتير جدا. فبصراحة الصدور يعني لما بزود الكمية بتعمل معايا أكلات كتير ما شاء الله. وبرضو لو عملتها ستريبس بانيه برضو بتعمل معايا ايه وجبات كتير يعني ما شاء الله. فانا بحب اوي اجيب الصدور والوراك، لانها فعلا فعلا بتوفر معايا وبتديلي ايه، بترمي معايا كتير. المهم جبت الصدرين دول بقى هقطعهم على 4، كل صدر 2. والوراك قطعتها كل ورك 2، زي ما انتم شايفين كده. ال6 اوراق هيعملوا معايا 4 اكلات، والصدور هيعملوا معايا هم 4 صدور، يعني صدرين هيعملوا معايا 4 صدور. فكل صدر او كل ناحية او كل ربع هيعمل معايا مثلا لو انا عملته كفتة بيطلع معايا اكلتين. لو انا مثلا فرمته وعملته زي الشاورما كده وحطيته على المكرونة بيعمل معايا مرة واحدة، او ستريبس او بانيه بيعمل معايا مرة واحدة. فده بقى على حسب انا هستخدمه في ايه. بس انا هشيله كده زي ما هو كل ربع لوحده، وبعدها ابقى اشوف انا عايزة اعمل بيه ايه وايه اعمل، يعني على حسب ان انا اللي انا عايزاه. طيب الفراخ النهاردة رخيصة بسم الله ما شاء الله، كانت ب63 جنيه. انا جبت ال6 اوراق، والصدرين كانوا عاملين معايا 410 بالظبط، 410. طيب جبت معاهم حاجات تانية. انا الشهر ده هقول لكم على افكار. لو انت مثلا بتحبي اللحوم، شوفي على حسب ميزانيتك لو انت عايزه تجيبي لحوم. بس طبعا اللحوم غاليه، يعني انا جايبه الفراخ دي كلها ب410، حق كيلو لحمه مثلا، او يعني الفرق بسيط. احنا عندنا اللحمه البلدي عندنا هنا ب380 جنيه. اللحمة البرازيلي ب300 و320، يعني الفرق بسيط. فطبعا انا عمري ما اروح اجيب لحمة برازيلي قطع ويبقى الفرق بسيط. ليه؟ طب ما انا اجيبها بلدي بقى. ما بجيبش البرازيلي غير لو هجيبها مفروم. تمام. انا جبت دلوقتي نص مفروم، قسمته على طبقين، كل طبق ربع كيلو. لو انا هعملها كفتة اشويها مثلا في الفرن، بعمل النص كيلو ده على 3 اكلات. تمام.
يعني نص كيلو بيكفيني 3 اكلات. لكن لو هعملها مثلا في بشاميل هيكفيني ربع مره واحده، يعني نص هيكفيني مرتين، فانا بحطهم كل ربع لوحده واشوف انا عايزه اعمل ايه. لو هعملها كفته بخرجهم الاتنين وهعمل الكفته واقسمها على 3 اكلات واشيلها. بس كبدايه انا هعملها على 2 ولحد ما اشوف انا هعمل ايه، زي صدور الفراخ بالظبط. المهم بدات ان انا كده طبعا انا غسلت الفراخ كويس جدا وعملت لها محلول نقع، ما شاء الله ريحتها زي الفل وجميله جدا، تخزن معاكي قد ما تقعد. والفراخ رخيصه تقدري تجيبي الوقت زي ما انت عايزه وتشيلي. تمام. حطيتها بقى بعد ما غسلتها كويس قوي، حطيتها في مصفى برضو تصفي كل ميتها، ودي خطوه مهمه جدا جدا. اي فراخ تشيليها لازم تصفيها كويس قوي. تمام. حطيتها كده في المصفى وسبتها تتصفى، وبدات ان انا اجيب الاطباق بتاعتي واقسم الوجبات بتاعتي. احنا طبعا على 3، احنا طبعا 3 افراد. بقسم الوجبات بتاعتي على 3. الافخاد بعملها لوحدها على مرة، كل 3 افخاد في طبق. الدبابيس بقى عايزة تعمليها، ساعات بعملها بشوربة واحمرها، ساعات بعملها فراخ مقرمشة، ساعات بعملها كده مشوية او في صينية بطاطس، تبقى حلوة او ما شاء الله. الدبوس ملحم وحلوة يعني يشبع ما شاء الله. المهم الصدر ده برضو انا سبته كده على هيئته، اشوف هبقى اعمل بيه ايه. والصدر التاني انا قطعته، ومعايا هنا الافخاد ومعايا هنا الدبابيس. عملوا معايا كام؟ عملوا معايا اللهم صل على النبي، الاهوراك عملت معايا 4 اكلات. والصدور هنحسبها بس دلوقتي على 4 اكلات، حوالي 8 اكلات دلوقتي معايا. وربعين اللحمة برضو هنحسبهم على اكلتين، هيبقى معايا دلوقتي 10 اكلات. الفرخة انا جايباها ب410، ونص كيلو المفروم ب140، يعني دلوقتي معايا 550. 550 جنيه دول هيكفوك الشهر يا رنا، دول 10 اكلات. لو انا هعمل كل 3 ايام هيكفوني طبعا الشهر. بس لو انا عايزة ازود هجيب، وهقول لكم دلوقتي هجيب ايه. لو انت عايزة تجيبي، لو انت مثلا بتعملي يوم ويوم، فانت هتحتاجي كمان 10 اكلات. تمام. طبعا هتجيبي مرة سمك، مرة لحمة قطع، اللي انت عايزاه بقى هاتيه. تمام. لكن دي ميزانية ب550 جنيه ممكن تكفي أسرة صغيرة، تكفيها طول الشهر. لو انت هتعملي كل 3 أيام، كل 3 أيام ده ان انت بتعملي مرتين في الأسبوع، ومرتين مش قليلين، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. لما تعملي مرتين في الاسبوع لحوم دي حاجه كويسه جدا. وعلى فكره الصدور لو انا عملتها كفته او بانيه او ستريبس او حاجات دي هتعمل معايا 4 اكلات. يعني ممكن ال4 صدور دول يوم يرموا معايا من 6 ل7 اكلات. تمام. اللحم المفرومه لو انا برضو حطيت ربعين على بعض يعملوا معايا 3 اكلات. تمام. تعالوا معايا اقول لكم بقى، غير الميزانيه اللي احنا عملناها دي، انت ممكن تكملي بيها المشتريات دي، ممكن تكملي بيها الشهر لو انت عايزة تعملي اكتر، وممكن تعمليها ميزانية تانية لوحدها. فشوفي اللي هيناسبك واعمليه. انا دلوقتي جايبة حواشي. الحواشي دي بلدي من عند الجزار. الجزار طبعا بيكون عامل اللهم صل على النبي، بيكون عنده سجق او صدق زي ما انتوا بتسموه، وبيكون عنده البرجر، وبيكون عنده كل حاجة بقى، وبيعمل الحواوشي وكل حاجة. فانا جبت الحواوشي دي بلدي، هو بيعملها قدامي، بقول له مثلا عايزه كام رغيف. الحواوشي دي انا بجيبها من عند الجزار. جزار طبعا انا عارفاه ونضيف، وحاجته ما شاء الله جميله يعني، ومتعامله معاه، مش اي حد يعني بيجيب منه. الحواوشي دي بلدي بجيبه بالواحد، بيعمله قدامي وانا واقفه، وببقى عارفه جواه ايه، وما شاء الله يعني حاجه نضيفه. بجيب هو الطبق فيه 4 أرغفة. احنا طبعا 3 أفراد، فلما بعمل كل واحد 2. فجايبة 3 أطباق فيهم 12 واحد، فبقسمه على مرتين، فبحطه في الفريزر. واليوم اللي أنا مش عايزة أطبخ فيه خارجة، أو كنت برا وجاية تعبانة مش قادرة أقف، فبعمل الحواوشي دي يعني ما شاء الله جنبها شوية مخلل وشوية كاتشب، وما شاء الله يعني اليوم بيعدي. تمام. جبت كمان 1.5 كيلو من كبد والقوانص. والكبد والقوانص دي انا بعشقها بجد، بحبها جدا انا وولادي. انا بحب المكرونه والكبد والقوانص جدا 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 يعني. كمان ساعات بعملها بعيش بس مش كتير الصراحه، اكتر حاجه بعملها جنب المكرونه
بس لين طبعا لو عايزه تعمليها بعيش، عايزه تعمليها طاجن بلسان العصفور، بتبقى حلوه جدا جدا. للناس بقى اللي بتقرف من كبد والقوانص او بتحس انها فيها زفاره مهما عملت، بصي، لو انتي عملتي طريقتي اقسم بالله العلي العظيم هتدمنيها، مش هتستغني عنها ابدا. هي اولا آه، الكبده البلدي غاليه جدا، فمش كل الناس هتقدر عليها، انا واحده مش بجيبها اصلا. الكبده المستورده غير انها مش رخيصة طبعا برضو، يعني لو هتبص لان دي مستوردة، والفراخ كبدة الفراخ طازة جايبها صبحة، جايب ما شاء الله، يعني حاجة نظيفة وحاجة صحية. تمام. فهي طبعا هي تكسب في كبدة الفراخ، تكسب. فانا بجيبها ما شاء الله، يعني بنضفها تنظيفة حلوة قوي، مخليش فيها اي دهون ولا اي حاجة. بمسكها اخليها كده زي المراية، بعد ما بغسلها كويس قوي 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 بصفيها الاول في مصفى، بشطفها كذا مرة وبصفيها بمصفى، وبعد كده بحط عليها المحلول النقع، اول حاجة اللي انتي هتنقعيها بيها. بس قبل اي حاجة بيبقى برضو في القنص بالذات لما بتيجي تغسليها بتجرديها كده بالسكينة. هما طبعا بيبقوا منضفينها، بس انا زيادة تأكيد بعمل عليها كده بالسكينة، بجردها كده او بمشي عليها السكينة بالراحة كده، بحيث انها لو في اي حاجة بتطلع. القلب برضو كذلك بيجيلك مقفول، فانت لازم تفتحيه، وبيبقى فيه حاجات من فوق كده لازم تشيليها. الكبدة يعني ما شاء الله بتبقى حلوة، بتغسليها بس لو فيها اي حاجة بتغسليها وخلاص على كده. ومسافة بتصفيها وبتحط لها الحاجات اللي انت هتغسليها بقى او هتنقعيها بيها، ريحتها بتروح ومبقاش اي حاجة فيها. بس اهم حاجة ما تحطيش خل، ما تحطيش عليها خل، عشان انا ساعات بحس ان الخل يعني ايه، في الغسيل بيثبت الريحة. لكن بعد كده انت لو عايزة تحطي خل وانت بتعمليها، وانت بتحطي عليها الخلطة، مفيش مشكلة. يعني لما تيجي تطبخيها او لما تيجي تسويها تحط عليها الخل، مش مشكلة. طيب انا غسلتها وصفتها، هعمل ايه؟ هحط عليها بعد ما صفيتها كويس قوي، احط عليها معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره جنزبيل بودر، وهو ده اللي بيشيل الريحه. بحط عليها ورق لوري ولو عايزه مثلا تحط شويه دقيق مش مشكله، وبعصر عليها ليمون كتير، بس انا ما حطيتش دقيق النهارده. انا اكتفيت بالملح والجنزبيل والليمون وورق لوري، وسبتها في الخلطه دي كده من غير ميه ولا اي حاجه. وبعد كده حطيت شويه ميه بعد 10 دقايق، مفيش دقيقتين، وشطفتها كويس قوي قوي برضو بالواحده. وبعد كده حطيتها في المصفى تصفى تماما، مفيش اي ريحه، ريحتها حلوه جدا، مفيش اي ريحه زفاره، مفيش اي ريحه اي حاجه. الميه نازله منها شفافه، مفيش اي حاجه. طبعا بقى بعد كده برضو بعبيها في الاكياس وبشيلها بقى. ده انا كنت جايبه كيلو ونص، الكيلو ونص عملوا معايا 4 اكياس. انا بقسمها على 4 اكياس، يعني بدل ما احط نص كيلو بيبقى كتير علينا، فانا بقسم الكيلو ونص على 4 اكياس او على 4 اكلات. انت طبعا بقى على حسب عدد اسرتك، على حسب ان انت عندك اطفال ولا اولاد كبار، دي بتختلف بقى. يعني انا بديك الفكرة، انت تجيب الكمية اللي تناسب اسرتك وتناسب سنهم وتناسب يعني ايه ميزانيتك. تمام. لو مش بتحبوها او عايزه تجيبيها مره او 2 في الشهر طازه بطازه، برضو براحتك لو بتحبي تفرزيها. دلوقتي ممكن الكبد والقوانص اللي احنا جايبينها دي كانت عامله 135 جنيه، كيلو ونص. لان هو طبعا يعني هو حسبها لي كان الكيلو تقريبا ب90 جنيه، و حسبها لي 135 جنيه كيلو ونص. تمام. ممكن برضو الكبد والقوانص دي ومع الحواوشي تحطيهم على ميزانية 550 جنيه، تكتري مثلا الوجبات، يبقى انت عندك وجبات لحوم اكتر. تمام. جبت ايه كمان؟ جبت كيلو ونص سمك ب105، الكيلو كان عامل 70 جنيه. الكيلو ده كان عامل 70 جنيه. من البولت ده ما شاء الله حجمه كبير، وكان فيه اكبر ب90 جنيه، بس كانوا ال2 كيلو، يعني السمكتين كيلو. فانا قلت لا، انا اجيب من ده صغير وحلو، وبقسم كل 4 في كيس، وبيبقى غدو ما شاء الله بيفيد مننا والله كمان. ودي الكبد والقوانص كانوا عاملين ادا 135 و105، يعني 240 جنيه. دول ممكن نضيفهم على ال550 جنيه، يبقى انت كده كترتي الوجبات، او ممكن تعمليهم لوحدهم دول في الميزانية. تمام.
وشوفي هتجيبي عليهم لو لحوم او حاجه. طبعا انا هحط دول على اللحوم اللي انا جايباها، او الفراخ اللي انا جايباها، الصدور والاوراق. لان انا كده بحب ان انا عايزه اكتر الوجبات بتاعتي. بعمل مثلا مره في الاسبوع فراخ قطع، مره بانيه او كفته، ومره سمك. وتعملي بقى خضار، تعملي كشري، ظبطي حالك كده والدنيا هتمشي تمام. وهو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انت تكوني خدتي ولو فكره صغيره، وما تنسيش بالله عليك باللايك وتعليق حلو منك كده. اي تعليق ان شاء الله يا رب يكون ايموجي كده صغنن او وردة او اي حاجة منك، اكون مبسوطة جدا. ولو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي، علشان انا بنزل حاجات حلوة او ان شاء الله هتعجبك. وخدي لفة كده في القناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.